خليني اقول لكم جون انطوي فر، هرب، جري، سافر، راح الى غانا. سافر ازاي؟ هتقول لي هو مش اللي بيحصل يا كابتن انه الجوازات بتبقى مع النادي؟ طب امال خد جواز ازاي؟ بيروحوا ياخدوا فلوسهم من البنك، ما عاوزوا بيطلبوا فلوس او حاجه فبياخدوا جواز السفر، وده امر عادي يعني في النادي الاهلي عادي، بيدي ليه الاجانب او بيدي فيه للساده اللعيبه المحترفين الافارقه او اي لعيب اجنبي، يعني بيديله اتفضل خد باسبورك، يجيب حاجات من البنك، يخلص حاجات لانه ما بيقدرش يتحرك. قال لك جون انطوي عنده من الجوازات عنده من التليفونات 3 تليفونات، فرق كبير قوي بين الجوازات وبين ال3 تليفونات. عنده 3 تليفونات، و كلموا اداري الفريق على التليفونات ال3 مرتين، ارن عليه ما يردش، اكلمه ما يجاوبش. اضطر سعيد احمد المدير الاداري انه يبلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال له الحق جون انطوي ما بيردش، واضح انه في مشكله عند جون انطوي. قعدوا يبحثوا ويفسروا ويتكلموا ويسالوا ويدوروا، لقوا جون انطوي سافر. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان انا كنت مديله اجازه يعني، بس كانت بعد مباراه الزمالك، ده كان الكلام. جون انطوي من جواه ما قالش حد من جواه، بيقول انا كده كده بره القايمه، بره الفريق. عشان كده لو تفتكروا امبارح انه خد الفريق كله باستثناء جون انطوي، استغربنا قلنا اشمعنى جون انطوي، كانوا تاكدوا ان جون انطوي مش موجود في القاهره، ان جون انطوي سافر الى غانا. المشكله بقى مش في سفر جون انطوي، المشكله هي في تبعات سفر جون انطوي. جون انطوي عقده السنوي $500,000، اضرب بقى كان في 10 يبقى كان بيبقى بكام؟ كتير قوي يعني 5 مليون باين، اضرب بقى دلوقتي في 20، رقم وقدره، رقم كبير يعني. $500,000 في 20 لا رقم صعب جدا جدا جدا. فلما يسافر جون انطوي ولما يمشي يعمل مشكله كبيره للنادي الاهلي. النادي الاهلي بناء على هذا السفر ما يقدرش يتعاقد مع لعيب اجنبي، فانطوي عامل مشكله للنادي الاهلي، وهو بهروبه هيمنع النادي الاهلي انه يتعاقد مع لعيب ثالث، لان زي ما بقول لكم عقده السنوي $500,000، وده رقم كبير جدا جدا جدا. الاهلي كان عامله لما كان الدولار بحوالي 10 جنيه، فكان ب5 مليون، دلوقتي بقى ب10 مليون جنيه في السنه ولا يشارك، والاهلي بيدور له على تصريفه. هل هيبقى فيه حظ كويس للنادي الاهلي؟ هل هيتركه بالمكان؟ هل هيلاقي المبلغ ده في اي حته ثانيه؟ ده السؤال اللي بندور له على جواب، واعتقد الجواب بتاعه هيكون في غايه الصعوبه. الاهلي قد يتوقف على البحث عن لاعب افريقي بسبب هروب انطوي. الاهلي مش عايز يخش في مشكله زي مشكله هندريك اللعيب اللي جه قبل كده برضه لم يشارك الا لدقائق معدوده، وعمل مشكله في الفيفا وخد كل مستحقاته. ده بالنسبه لجون انطوي.